موقع طريق التوبة الإسلامي يقدم لكم هذه المادة. تطاولوا لأنهم لم يجدوا من يرد عليهم كرد معوذ ومعاذ بن عفراء أبناء 16 اللذين خرجا يوم بدر بحثا عن أبي جهل، فلما صفت الصفوف يقول عبد الرحمن بن عوف: فإذا أنا بين صبية صغار فضاق صدري لأني أردت رجالا يحمون ظهري، فلما تكلم علمت أنهما من أرجل الرجال. قال: يا عم، أين أبو جهل؟ قلت: وماذا تريدان منه؟ قال: سمعنا أنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: فماذا تفعلان إن عرفتما؟ قال بنبرة المحب الصادق الشجاع: والله إن رأيناه لا يفارق سوادنا سواده، والله لا يفارق سوادنا سواده، والله لا نجونا إن نجا. فلما ظهر له أنهما صادقين أخبرهما بمكانه، فانطلقا إليه كالسهم وخرقوا الصفوف وابتدروه بأسيافهما حتى أردوه قتيلا، ورجعا للحبيب صلى الله عليه وسلم. فان البشرى كل يقول: أنا قتلت عدو الله، فمن لأعداء الله اليوم؟ من لهم؟ ما الذي أغاظهم؟ ونحن الذين لم نتعرض لهم لا من بعيد ولا من قريب يقولون نحن والآخر: لا تستعدونهم، لا تطلبوا عداوتهم. فما الذي فعلناه؟ أغاظهم زيادة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يوما بعد يوم، رغم كل الاتهامات الباطلة التي اتهموا بها الإسلام والمسلمين. هم ومنافقو هذا الزمان الذين يقيمون بيننا ويكتبون للأسف في صحفنا وجرائدنا ويخدمون مصالح الكفار